ودينيا من الجماعات اليهودية المحلية فقط. قال له نعوم تشومسكي حدد 10 نقاط للتلاعب بالشعوب، 3 نقاط مهمين أكثر شيء: تشتيت انتباه الجمهور بقضايا جانبية بحيث لا يهتم بما يحاك ضده من قضايا جوهرية، وهذا اللي صار فيه. خلق مجموعة من المشاكل الآنية ثم اقتراح حلول لها، مو المشاكل طويلة الأمد. هلا بدي هون عندي هون مشكلة بدي حل. التركيز على المشاعر وليس على العقل. فالمشاعر تفتح أبواب اللاوعي بغية زرع أي مشاريع تآمرية ممكن. نعوم تشومسكي اللي عم يقول مش أنا وأنت وناس هلأ تحت الحصاء تحت الشعور إنه هن يبا بقلب مؤامرة. سبحان الله. واللي كلفت الملايير، واللي كانت تبدا مثلا كما هذا مشروع الاوتورود كان بدا ب 3 مليار، ثم قالوا 6 مليار، ثم قالوا 12 مليار، ثم الان تجاوز 20 مليار دولار، وكان هذا شيء شرف. هذا شيء مشكله. يعني لو جينا في دوله قانون الناس يشرفوا على كل هذه الامور يدخلوا السجون. الوقت الممكن لقيام دوله قويه، مجتمع قوي حر صادق عامل ينشأ من جديد ويعطي مثال لهذا العالم بأننا نستطيع، وبالفعل نستطيع أن نقيم دولة الجزائر حرة وراشدة ومكتملة. تحياتي لكم. هذا النظام يكون وسيلة، أو الدولة تكون وسيلة من بعد لقيام مجتمع راشد حقيقة، مجتمع قوي، مجتمع متعلم مثقف، مجتمع محترم مؤدب متخلق، مجتمع راقي بكل معاني. راقي بكل معاني. كلمة المجتمع الراشد هي معناها الرقي في كل ما يعنيه. الرقي في الثقافة، في العلم، في الفهم، في الحرية، تكون تشعر باحترام كبير المستوى اللي عند الناس وهذا الأخلاق اللي عند الناس. هذا اللي نسعى له كهدف نهائي.